واخوتي وخواتاتي العزاز، واش سمعتوا اخر الاخبار؟ سمعوا باش تفهموا. رئيس السنغال يتدخل بسرعة بعد إعطاء كأس إفريقيا للمنتخب المغربي. وهشنو قال؟ دخل رئيس السنغال باسيرو دي مواي فاي بسرعة على خط أزمة كأس إفريقيا، معربا عن استياء بلاده من قرار الكاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب بعد انسحاب أسود التيرانغا، ودعا إلى تقديم الطعن في محكمة التحكيم الرياضي الدولي الطاس لحماية حقوق المنتخب السنغالي. ايوا يا سيدي، يا حبسات هنا راه بونو داينا النظرات الناس، شوفوا معايا. كيف بونو؟ خديمة بونو، لو بونو كان أخوي كان أعطيته بيتي. بونو قلب الهلاليين، ولدنا بونو. عسى اليوم صلاة الفجر ادعي لبونو. بدعي له بكل صلواتي مو صلاة الفجر، كل صلاة صليها بدعي لك يا بونو. يا حظك يا بونو. مو أول مرة نقذنا بونو، كل شوي ينقذنا يا لا بونو، ساداتك بونو. بونو. يعني بجلس أدعي له بكل صلواتي بونو. يا حظ بونو. والله يا حظ بونو. يا حظ بونو فيكم. يا حظ بونو فينا ويا حظنا احنا ببونو. اي والله. مصر تعلن انسحابها من كاف تضامنا مع السنغال. مصر تنسحب من الاتحاد الإفريقي بعد قرار سحب الكأس من السنغال، والإعلام الدولي يعترف بقرار الكاف. دابا سيدي غنعطيك واحد الصدمة غنصدمك بالفعل، لأن يعني بالفعل أنا تعرضت للصدمة ملي سمعت هذا الأمر هذا. من بعد القرار ديال الكاف سحب الكأس، قال لك اسيدي تضامنا مع السنغال غادي يخرج واحد الفريق المصري في الدوري الممتاز اللي سميتو فاركو، ويعلنون عن مقاطعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي. ويليش هادشي تتسمع ودنيا، يا ربي نكون تنحلم. وأية مسابقة تنظمها الكاف. هذا بلاغ رسمي اللي صدروا الفريق. الإشكال هو أنه هذا الفريق هذا اللي كيف قلنا أغلبنا ما عمره ما سمع به ولا عرفوا واش كاين ولا ما كاينش، لم ينجح أبدا في التأهل لأية مسابقة إفريقية. وسمع سيدي اش قال لك؟ قال لك سيدي انه هذا الموقف هذا هو تضامنا مع المنتخب السنغالي. وهي تضامنا، وهي مصر معاهم. والغريب في الامر يا اخواني في الله، وانا اللي دخل لي شويه ديال التناول اللي بغينا نقولوا بالدارجه، هو انه خرجت جماهير ديال هذا الفريق هذا اشادت بهذا الموقف، وخرجوا مصريين وجماهير اخرى مصريه وكذا. قال لك اودي انه علاش باقي الفرق المصريه ما ديرش بحال هذه العمليه هذه، واعتبروا انه شواكر ديال مصر، وانه شوف شنو دار، وانه فريق عنده النفس وكذا وكذا. علاش؟ قال لك لانه هذا التصرف يعكس الروح النبيله للفريق في الدفاع عن العداله وعن المنتخب السنغالي الشقيق. الدراجي يتهم فوزي القجع على المباشر ويقدم اقتراحا للسنغال للاحتفاظ باللقب. حياكم الله، مرحبا. قلوبنا اليوم مصدومة ومكسورة على ما وصلت إليه الكرة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي قرر منح كأس إفريقيا للمغرب بعد اعتبار الانسحاب السنغالي. نحن نشعر بألم السنغال الشقيقة، فهي ضحية قرار ظالم، كما كنا نحن ضحايا في مباراتنا أمام الكاميرون عام 2022 حين احتججنا واعتصمنا مطالبين بالعدالة والإعادة. اليوم ندعو السنغال إلى الاستفادة من تجربتنا. لا تستسلموا، ارفعوا الصوت، اطلبوا إعادة النظر في القرار، وإن اقتضى الحال فلنطالب معا نحن ودول إفريقية أخرى بالانسحاب الجماعي من كأس إفريقيا القادمة حتى تعود العدالة والنزاهة إلى ملاعبنا. الجزائر معكم. اش هادشي تنسمع يا ربي السلامة؟ واش هادشي بصح ولا انا تنحلم؟ وفيقوني عباد الله الا كنت تنحلم. شتي الزعامه فين كتوصل؟ وفين زعمت عليك اخويا البارسا؟ وزعمتو ماركيتو علينا وفتيرانا، وراه غا بالغلط ما كناش قاصدين. ايوا ها نقصتك. اش درتو؟ ولا باين الجواب، وسول بشحال ربحنا وبشحال ربحتو. 7-2. او نتوما مالكم؟ راه ما كاينش المعيور، كاينه العصا. وسير عائلتك كيسولوا عليك. حقاره. مبروك عليكم تأهل البارسا، الله يبارك فيك. مع من غنلعبوا؟ غالبا اتلتيكو مدريد، عندي معاهم شي حساب نيت. ايوا وسمعتوا اخر الاخبار؟ صدمة في السنغال، حيلة ذكية لمنع تسليم الكأس للمغرب تنقلب ضدهم. وهي سيدي السنغال تمنع تسليم كأس إفريقيا للمغرب بحيلة ذكية، والكاف تمنع المنتخب السنغالي من المشاركة في المونديال. الاتحاد السنغالي الآن قالها بصراحة، صريح العبارة، خرج دابا قال لك اودي واخا كاين الحكم، واخا صدر ذلك القرار كل شيء، استصغروا القرار واستهانوا به، قال لك راه ما كاين والو.
كيفاش السي محمد ما كاين والو؟ قال لك اولا خرجوا استنكروا القرار، اعتبروا انه كولاسه، هاجموا الكاف، الرشاوي الى غير ذلك، وقال لك الكأس لن تخرج من السنغال. يعني باش تقول هذا الكلام خاص تكون عندك ثقه فيما ستقوم به. عندهم واحد الخطه ذكيه اللي غادي يعلنوا عليها دابا الان، يعني ماشي قالوها عبثا، لا كاينه خطه. حنا الكاس ما تخرج من السنغال، هي شنو غديروا؟ غنديروا واحد القضيه اللي غادي نحبطوا بها هذا المخطط ديال تسليم الكاس للمغرب، خطه راسمينها استراتيجيه. واخا سيدي نسمعوا هذه الخطه هذه. واسمعوا هاد الخطة هذا سيدي اللي غادي يقول راه مهمة. خرجوا دابا الان قال لك اسيدي رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم قال لك نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الافريقي، ووصف الكاف بالفاسدة، وصفها بالفساد. الخطة هي انه يطالبوا بفتح تحقيق دولي مستقل ما عند شي جهة واحدة اخرى. وهذا الامر هذا شنو غيدير؟ يعني غيضرب في المصداقيه ديال الكاف، وبيان ان الكاف تلاعبت وكاينه شبهات ديال الفساد. يعني تقريبا ان صح التعبير غتولي عنده واحد الصبغه جنائيه. ايوا يا سيدي ما سمعتوش باخر الاخبار؟ ابراهيم زياد ملي كان تيلعب مع الريال مدريد، اسمعوا ابراهيم دياز كان بيلعب مع ريال مدريد والدنيا ماشيه معاه زي الفل و100 فل و17، كسب وصعد على حساب مانشستر سيتي، ومش بس كده خرج لقى نفسه كمان كسبان كاس ففرحه ابراهيم دياز طبعا. الراجل ده بعد البنالتي ضيعه وكانت الدنيا معاه ايه يعني مظلمه، دلوقتي بقت سكينه في الحلاوه. ربنا يسعد الجميع يا رب ويعرفنا ايه اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي. انا بان لي اخويا راه ما غيعرفونا والو، غير تتهضر اخويا الزوين ولا ما غيعرفونا شي حاجه. مفاجاه طاس ماده 5 التي تعتمد عليها السنغال للقب طاوله، هل تنجح؟ علاش غتمشي السنغال للطاس؟ شنو هي الماده اللي غادي تعتمد عليها السنغال باش تمشي للطاس؟ الماده اللي غتعتمد عليها السنغال باش تمشي للطاس هي الماده 5. الماده 5 نشوفوا شنو هي هذه الماده 5 وعلاش يعني مبنيه بطبيعه الحال الماده 5 اللي تقدر تمشي ليها السنغال للطاس. هنا كنهضروا الماده 5 هي سلطه الحكم المطلقه، هذه هي اللي كتركز عليها دابا السنغال كتقول لك سلطه الحكم المطلقه. وفي قانون اللعبه الماده 5 يمنح للحكم وحده او تمنح للحكم وحده سلطه ايقاف وانهاء المباراه اذا اثبتت السنغال ان الحكم لم ينهي المباراه رسميا وان اللاعبين عادوا باذن او توجيه من السلطات التحكيميه العليا فقد تلغي قرار السحب. هذه هي الماده اللي غادي لها مزيان. هنا حتى لهنا السنغال كتقول لك ودي حنا راه الحكم قال لنا كملوا، حنا خرجنا فعلا ولكن الحكم قال لنا كملوا، ولكن نسات المبدا الاخر اللي كاين حتى هو في القانون، وهو مبدا ما بني على باطل فهو باطل. وهنا فين غادي تخرج الدفعات ديال المغرب. تعقلوا الاخوان فاش قلت نهار خرج رئيس لجنه الحكام وقال انه اعطى اوامر، يعني نهار هذه هي الفرصه ديال المغرب، نهار خرج رئيس لجنه الحكام وقال انه اعطى اوامر راه هضرتو معقوله، هذا راه ماشي داوي خاوي، راه الهضره اللي تيقول راه صعيب تلقاها. اسمع مزيان شنو تيقول. الحكم بعدم معاقبه منتخب السنغال وان يدع، يعني هنا تدخلت سلطه اخرى فوق سلطه الحكم. وهنا فين كيجي مبدا ما بني على باطل فهو باطل. اخوتي راه كاس افريقيا ديال المغرب، هي ما يطير بنادم ديال المغرب. سمعوا لي مزيان وعقلوا مزيان على هاد اللحظه هادي، ديروا سكرين لهاد الفيديو. هاد الفيديو غيبقى مسجل. شنو اليوم في الشهر 27 ديسمبر 2025، 27 ديسمبر 2025. الا طولينا ربي العمر عقلوا هاد الهضره اللي غنقول لكم وغدوروا حتى تعياو وغترجعوا ليا. كاس افريقيا بربي ما يخرج من المغرب. اللقب مغربي وعقلوا عليها، اللقب مغربي، المنتخب المغربي اللي غيهز لا كوب دافريك. ما تصدقت لكم هاد القضيه دي؟ غتقول لي لا، قسما بالله العظيم ان شاء الله الى المنتخب اللي غيدي لا كوب دافريك. ممكن اخويا، ان شاء الله. واحساسي ما كيكذبش. نزيدكم حاجه اخرى، بسم الله. شحال هنايا؟ 1 2 3 4 5 هاديك اخويا حسب علينا الدولار، هاديك 6 7 8
9 10 مليون. هاهي مليون. شتي ما داش المغرب لا كوب دافريك، قسما بالله العظيم تنعطيها لكم. المهم جاي لا كذاب. وانا كنقولها لكم، والمغرب غيدير لا كوب دافريك وما غتاخدوهاش. يلا وزيدوا مع هادو الخوت، وقولوا لي الخوت كي جاكم الفيديو، وعطوني الرأي ديالكم على هاد الفيديو اللي شفتو، وقولوا لي واش هادشي اللي سمعتو واش مناسب للمغرب يكملوا فيه الناس يهضروا عليه ولا لا. نتوما الرأي ديالكم راه مهم جدا.